تخيل لو قلتلك إن في واحد من 500 سنة رسم طيارة هليكوبتر ودبابة وبدلة غطس، وهو أصلا ما كانش مسموح له يدخل مدرسة. النهاردة احنا مش بنحكي قصة رسام شاطر، احنا بنحكي عن أكتر عقل مرعب في تاريخ البشرية، ليوناردو دافنشي. الراجل اللي العالم كله لسه بيحاول يفك شفراته لحد النهاردة. ليه الموناليزا بتراقبك بعينها؟ وليه كان بيسرق الجثث بالليل عشان يشرحها؟ جهز كوباية الشاي ويلا بينا نعرف ليه دافنشي ما كانش مجرد رسام، ده كان مسافر عبر الزمن وغلط في العنوان. بص يا سيدي، ليوناردو اتولد في ظروف تصدم. طفل غير شرعي، ملوش حق في ورث ولا تعليم ولا حتى يشيل اسم أبوه. في زمنه الأبواب كلها كانت مقفولة في وشه، بس بدل ما يذاكر من الكتب ذاكر من الطبيعة. كان يقعد بالساعات يراقب جناح النحلة بيتحرك ازاي، والمية لما بتلف بتعمل دوامة ليه. لما راح يشتغل عند فنان كبير اسمه فيروكيو، الأستاذ اداله يرسم حتة صغيرة في لوحة. ليوناردو رسم ملاك، بس ملاك حقيقي، لدرجة إن الأستاذ اتصدم ورمى الريشة بتاعته وقال أنا مش هرسم تاني، الواد ده معديني بمراحل. هنا بقى الموضوع قلب بجد. دافنشي ما كانش بيكتفي بالشكل من بره، كان عايز يعرف إيه اللي ماشي تحت الجلد. عارف عمل إيه؟ كان بينزل في عز الليل المشارح ويشرح جثث حقيقية. أكتر من 30 جثة شرحها ورسم تفاصيلها بدقة خرافية، القلب، الشرايين، العضلات. ليه كل ده؟ عشان لما يجي يرسم ابتسامة يكون عارف العضلة اللي شدتها جاية منين. دافنشي ما كانش بيرسم بجمال، كان بيرسم بعلم، وده اللي خلاه سابق الكل. نيجي بقى للموناليزا، اللوحة اللي مجننة العالم. السر مش في جمالها، السر في الصياعة اللي فيها. دافنشي استخدم تكنيك اسمه سفوماتو، يعني التدخين أو الدخان. مفيش خطوط واضحة، كل الألوان سايحة في بعضها. والحركة اللي تحيرك بجد، بص لعينها تحسها بتبتسم، بص لشفايفها تحسها جادة. هو لعب على بصريات العين وفهم ازاي بنشوف الظلال. قعد يضيف طبقات زيت خفيفة لسنوات عشان يوصل للنتيجة دي، لدرجة انه مات وهي لسه معاه مش راضي يسلمها. بس استنى، دافنشي ما كانش رسام بس. في سكتشاته لقينا تصميمات لرجل آلي بيتحرك بتروس، ورسم دبابة مصفحة ومظلة هبوط. كل ده والناس لسه بتركب خيل. المشكلة الوحيدة إن ما كانش فيه موتور يشغل الحاجات دي وقتها. كان بيحلم بالهليكوبتر وهو لسه بيسرج الحمار بتاعه الصبح. الراجل ده لو كان عنده تكنولوجيا النهاردة كنا زماننا بنصيف في كوكب تاني دلوقتي. أغرب حاجة إن دافنشي في آخر حياته كتب جملة تحزن، قال أنا أسأت لله وللبشر لأن عملي ما كانش بالجودة المطلوبة. تخيل، العبقري ده شايف نفسه فاشل. الدرس اللي نتعلمه من ليوناردو مش إننا نكون رسامين، الدرس هو إن الفضول ملوش حدود. اسأل ودور وشوف العالم بعين تانية. لو وصلت لحد هنا قولي في الكومنتات، تفتكر لو دافنشي شاف الموبايل دلوقتي كان هيقول عليه إيه؟ ودي قناة عقل فضولي، خليك دايما بتسأل، وسلام.